ليه نروح نشتري الإزازة الصغيرة دي ب45 جنيه لما ممكن نعمل 4 ازايز من الصابون السايل ب30 جنيه بس. تعالوا بقى لما اقولكوا تجربتي مع دكتور كلين. انا جبت المنتج ده من دكتور كلين يا جماعة. المنتج ده فعلا سوبر توفير. تخيلوا 8 لتر من الصابون السايل ب30 جنيه بس. الريحة بتاعته حلوة قوي بريحة الليمون. تعالى اقول لكم ازاي هنعمل 8 لتر من الصابون السائل من المنتج ده. هي العبوة مكونة من كيستين، كيسة فيها البودر ده وكيسة فيها الجل. هنجيب بقى اي حاجة واسعة عندنا تكفي 8 لتر مية. انا ضفت الجل. بصوا الجل بتاعه تقيل جدا يعني. وبعد كده هحط عليه البودر، وتستخدمي بقى معلقة او المضرب وتقلبيهم كويس مع بعض لحد ما يمتزجوا. يعني هتقلبيهم لمدة دقيقتين 3 لحد ما يمتزجوا مع بعض. بصوا هنستمر في التقليب كده لحد ما نوصل للنتيجة دي. وبعد كده هنبتدي ان احنا نضيف المية بالتدريج. مش هنحط ال8 لتر يا جماعة مرة واحدة. المية هنضيفها بالتدريج زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. هنفضل نضيف المية ونقلب لحد المكونات ما تختلط وتمتزج مع بعضها. ونستمر كده لحد ما نحط 8 لتر من المية. انا عايزة اقول لكم ان انا حطيت 6 لتر بس، عشان كنت عايزاه يبقى مركز اكتر. الريحة بتاعته حلوة جدا. ريحة الليمون يعني كانت منتشرة في البيت كله تقريبا. بعد ما نضيف المية كلها هنسيب الصابون بقى لمدة ساعتين علشان يتقل كده يبقى زي ما انتوا شايفين. شايفين القوام بتاعه زي الصابون العادي اللي احنا بنشتريه التاني. والريحة بتاعته طبعا حلوة جدا، ريحة الليمون واضحة جدا يعني. عايزة اقول لكم ان الصابون ده ممكن ستات تعمل منه مشروع، لانه سعره طبعا رخيص جدا 30 جنيه. هيعمل معاكي 8 لتر. 8 لتر انتوا متخيلين. يعني انت لو هتروحي تشتري لتر صابون هتجيبيه ب45 جنيه او اكتر. ده 8 لتر عامل 30 جنيه بس. وبكده اكون خلصت الفيديو يا حلوين. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك واشتراك في القناة، وعايزاكم كده تشجعوني بقى عشان انزل لكم فيديوهات كتيرة الفترة الجاية ان شاء الله.